مصر وسوريا بتحارب، وهنالك قوة كثيرة كانت لديها الفرصة أن تدخل الحرب ما دخلتش الحرب. فإذا العالم العربي رغم ما كان ظاهريا من الوحدة في حرب أكتوبر هو لم يكن متحدا بالمعنى المفهوم، لأن الوحدة ليست مجرد إن أنا أقعد أسقف لك وأنت بتقاتل وتموت، إنما الوحدة إن أنا آجي وآخد السلاح وآجي جنبك وأقاتل معاك. إنما ما تجيش تقول لي ده أنت حاربت وقفت الحرب ليه؟ صار بيني وبين بعض الإخوة الفلسطينيين أما جم في أحد المحاضرات لي في ولاية ألاباما، كنا بنتكلم عن اتفاقية السلام وكانوا عاملين ندوة وأنا رحت، فبدأوا بعض الإخوة الفلسطينيين يهاجموني، أنتوا الكلام اللي سيادتك بتقوله إن اتفاقية السلام هي التي منعت تدمير إسرائيل. فأنا قلت لهم طب أنتوا عاوزين إيه يعني الحل في ذهنكم؟ قالوا الحرب. قلت لهم طب ماذا يمنعكم عن الحرب؟ إذا كنتم عمليات مقارنة عسكرية بحتة، فعندكم المقارنات العسكرية معروفة، القوى البشرية لا نقاش أن دول المواجهة حول إسرائيل بخلاف مصر لديها تفوق بشري سحق. إذا أضفنا لبنان على سوريا تفوق سحق كبير جدا. المال عشان نشتري السلاح ده تفوق رهيب في البال. فسألتهم طب لماذا لا تقاتلوا؟ مستنين ليه؟ محدش رد، محدش يعرف يرد. هل هو القتال فقط أن تقاتل مصر وحدها؟ اللي كان عنده فرصة للاشتراك في القتال ما يشترك.